اشتري باند يا شعراوي. بتلعب اكيد، بتلعب مزيكا اكيد، بتلعب حاجه. بص انا عايز اقول لك على حاجه. هو في جزء انا مش عارف هل ده صح ولا لا، بس في جزء جوايا من اللي بيخليني بحب الارتستس قوي ان انا ما بعملش حاجه ارتستيك. انا بحس ان انت مثلا درامر مثلا او بيسست. انا هموت والعب انسترومنت، اي آلة موسيقيه هموت. يعني أو يعني لما بشوف مثلا حد يعني بشوف جيت شفت العده بتاعتك دي، كنت عايز اموت يعني اللي هو انا عايز اخش واسجل في الاستوديو واسمع الحاجات وانهار يعني فاهم. لما بشوف حد مثلا بيلعب جيتار انا يعني او انا بسمع اغنيه، انا اتمرنت لعبت مثلا جيتار سنه كنت بتمرن، وبعد كده الراجل اللي كنت بتمرن عليه سابني والجيتار مركون، ولحد دلوقتي ابتديت اطلعه دلوقتي مثلا بعد 15 سنه اصلا. فاللي هو اكسايتد قوي ان انا ما اعرفش. انا حاسس ان هو ان شاء الله هختار سنه كده، سنه في حياتي هروح مقفل فيها آلة وملعون ابو الدنيا فاهم. فممكن السؤال بتاعك ده يكون هو ده اللي فتح لي الطلعه. بالظبط. يبقى البدايه كمان سنتين هيبقى في فيديو هتاخد منه اللقطه دي ان احنا عملنا مزيكا وانا لهنا وصلت من هنا وصلت على ايد رزمه. بالظبط. انا بص هبدا معلش في الحته اللي في الاول دي. انا عايز اقول لك انا اللي سخني قوي نعمل معاك الفيديو ايه. انا اول فيديو اشوفه لك خالص كان سايب. يا لهوي. خلاص. اول ما شفت الفيديو المزيكا اللي انت بتلعبها بتروح عامله زي فاهم هوك كده، تروح ماسكه في الدماغ في المخ. فكل شويه لما انت مثلا بتقول، لما حد بيقول مثلا معدي في الشارع ايه ده، فانا يجي في دماغي فيل يعني على بجد انا مش بقول يعني اول حاجه بتيجي في دماغي اروح قايل فيل او حوت يعني خلاص بقت مربوطه في دماغي، لان من كتر ما انا بحب الاغنيه مثلا يبقى فاهم. والله بجد حاجه مش عارف اقول لك ايه، والله حاجه تشرفني جدا يعني. والله ده شرف ليا. بص عامه عشان نقفل القصه دي كبدايه، الناس اكيد هتاخد بالها من القميص يعني دي كانت كبدايه فعشان احنا نوفر ده والناس ما تبتديش تقعدش تفكر وتخمن القميص. ما كنتش حاسس ان هياخدوا بالهم يعني. لان الدوائر دي ده مش ترتر، دي جنيهات مصري. دي جنيهات مصري. ده انا يعني عشان الزقها اصلا، بس انا مش عارف ابتدي القصه دي منين ولا منين يعني احكي لنا الاول فكره القميص جات لك ليه، وبعد كده استعملته في ايه. حلو جدا. هو فكره القميص جات لي من اسم روزما، وجم تقريبا مش في نفس الوقت بس قريبين قوي من بعض. وان اسم روزما هي روزما يعني. هو مضحك ان انا لازم اشرح هو ايه، بس مش لازم اشرح هو ايه. بس هو لا، هو في حاجه مضحكه ان اول لما روزما حصل، او لما الكارير عايز اقول الكارير ابتدى في 2016 مثلا، فاول ناس تعاملت معاهم كانوا ناس اجانب فرنساويين بالتحديد. هم دول اول ناس ابتديت اتواصل معاهم، والمزيكا دي حلوه وبتاع. ما كنتش مصدق اصلا بجد عجبكم الكلام في 2016. في 2016 تقريبا. وكان لازم اشرح للناس كتير قوي يعني ايه روزما. بقول لهم ستاك اوف ماني كاش. فهو اصلا في فكره عندهم اتبنت قبل ما تتبني عني يعني ايه روزما هو اصلا. وانا بالنسبه لي كان الاسم حاجه سخري شويه، او هو المفروض ان انا كائن معلش انا هطلع بره بتاع. هو انا المفروض اقول ده ولا اللي هو اطلع براحتك خالص، الكاميرا بتاعتك فاهم. هو الاسم جاي من حته ان انا طول عمري بحس ان انا زي ما بيقولوا اللي هو مش لاقي مكاني يعني. اللي هو في مصر انا بعمل مزيكا مش مفهومه هنا، بره فاهمينها بس محدش فاهم انا بقول ايه. فيا جماعه انا عايز اشرح انا مين. انا مش انتوا توهتوني بصراحه. وبعدين ابتديت احس برضو بقى في مواقف كتيره قوي ابتديت اجمعها في عالمنا في مصر انا مش بفهمها. في حاجات كتيره جدا. فطول الوقت بحس ان انا شخص مش راكب في حاجه مش راكبه. فاللي هو حسيت ان لازم يبقى اسمي فيه نوع من انواع السخريه. وانا مش بني ادم مادي خالص، ولا عمري ما غنيت على مش فلوسي هي الانسبيريشن ولا فلوس اصلا مبدئيا، بس مش واضحين يعني يعني فلوسي مش الهامي. لا خالص. بس هو كنت بحس ان الفلوس دي اكبر. عارف لما تبقى في فيديو جيم واكبر جايزه هتكسبها من فيديو، بحس ان في مجتمعنا الفلوس دي اكبر جايزه. فاهم. اكبر جايزه. سواء انت سايق عربيه لازم الناس تبقى عارفه هي بكام قبل ما هي بتعمل ايه، او انت عايش في المكان ده اللي هو عايش جنب مش عارف مين اللي هو معاه فلوس. حد يعرف ان انت مثلا في بلد معين يقول لك ماشي يا عم. اللي هو انا اصلا كنت بشتغل مثلا مع BMW، اشتغلت بجد معاهم 15 سنه. اوكي. كل لما حد يسمع ان انا شغال على الاكونت بتاع BMW يقول لك ماشي يا عم. ماشي يا عم ايه اصلا معاك كده سيراتو ماشي ايه
على طول. وفي نفس الوقت كان بالنسبه لي الجنيه المصري قوي قوي عشان عليه صوره توت عنخ امون اللي هي بره الناس بتقدسها جدا، بس كواحد مصري انا مش حاسس ان في بيننا وبين الفراعنه حاجات كتيره النهارده يعني تخيلت كده لو واحد فرعوني كان شاب فرعوني عادي، مش ولا هو اله ولا اي حاجه، جاي من مش اله يعني، قصدي مش واحد من الملوك يعني، هو جاي من عصر الفراعنه وهوب ركب عارف اللي هو الجهاز اللي بيسافر في الزمن ده، التايم ماشين. لان هو في اساطير كتير قوي وفي حاجات كتير قوي على الفراعنه تقول ان هم كانوا متطورين كتير عن ما احنا فاكرين، فهو انا مش مستبعد النهارده ان هو كان ممكن يكونوا وصلوا التكنولوجيا دي انك تسافر فاهم عبر الزمن. فهي كانت قصه كده في دماغي ان هو واحد شاب عادي دخل المكنه دي من غير قصده وفجاه نزل في 2016. فاهم وانا فين؟ قصدي هو مفيش اي حاجه حواليه ليها دعوه باللي هو كان جاي منه. طب لو جه اول ما يوصل، لو فرضنا ان هو قابلك مثلا يعني، لما هو انا هو انت هو انا الشخص أوكي. ده اصلا. فهو يا عم ايه ده، انا اتلخبطت خالص، ما كنتش عارف ان انت فهو وصل هنا وهو مش فاهم، مفيش اي حاجه ليها علاقه باللي احنا كنا بنعمله ساعتها يعني من ناحيه حضاره وتفكير فحسيت ان هيبقى لو انا ليا زي كالشخص اللي جاي من العصر من ساعتها تاني ده، وحاجه لو لبستها دلوقتي ما يضحكش عليك بيها بالظبط فيبقى ليها علاقه بالشيء ده خلاص تمام. فانا قلت هلزق الجنيهات على القميص ده مبدئيا عشان اعرف الزقها على القميص ده. اكتشفت ان في حاجه اسمها عجينه السباك. اوكي. جربت حاجات كتير قوي ما نفعتش. فعجينه السباك هي انت بتجيب امير انت ممكن تشيل الحاجات دي لو عاوز. لا بس عامه هي نقطه مهمه عشان نعرف نلزق على القماش، مش اي حاجه تتلزق على القماش فعلا. وطافيه سجاير. أوكي. بس في كذا حاجه تانية غير طافيه سجاير. هم بيعملوها في التكييفات كمان الحركه دي بالظبط. عاوز عشان المونتاج عاوز طافيه سجاير وممكن تعمل هو اكيد في ناس قلم رصاص. في ناس عامه حرفيين جامدين يعني بيتفرجوا على الفيديوهات. بالظبط. فالحوار ده البتاع ده ملزوق من سنه 2016 والفيديو بتاع غيرك اتصور بنفس القميص ده في البحر. انا نزلت بجد في الشتاء في البحر بنفس القميص ده وما وقعش. اللي وقعوا دول وقعوا. كان في فتره في نفس الفتره اللي عملت فيها القميص ده كان بيجي لي حفلات كتير بره مصر في الخارج، ومش بقولها بطريقه ان هي كانت حفلات جامده، كان في منها حفلات جامده بس كان في منها حفلات بيجي بجد 6 اشخاص وانا معدي في المطار حطيته في الشنطه عادي. فهو تحت الجهاز القميص ده شكله مرعب ان هو جنيهات فوق بعض فشكلهم شبه الرصاص. فاهم. فانت متخيل انا معدي من المطار وفي في القميص كميه ده الحاجات دي جوه، في حديد رهيب في الشنطه زي داس على زرار كده، وقف بقى الباب تعالى ايه اللي معاك ده يا نهار اسود، وطلع القميص وايه اللي عليك. هو انت كنت في مصر ورايح بره؟ بالظبط. اوكي. كنت مسافر بيه بره. فهو الراجل مش فاهم يعني، هو طلع القميص ويبص لي ويبص على البتاع ومش فاهم. وبعدين طبعا خلع واحده، طبعا انا قلبي اتخلع. ايه ده؟ وهو بيخلع عشان كده يعني هو بيشيلها لانه اجيب من فين امير دلوقتي يا جدعان؟ هو ده اللي انت بتفكر فيه في كل ده؟ انت مش عارف انا عملت ايه عشان الزقهم بس ما علينا يعني. بس هو كان الرد وهو ضحك حتى لما قلت له يعني وعداني طبعا. واهم من ده بقى اللي حصل في الحفله دي ان البروموتر سالني قال لي معاك اي ميرشندايز تبيعه؟ تيشيرتات بتاع اي حاجه تبيعها؟ فقلت اهزر معاه قلت له معايا الكوين ده بتاع روزما. وساعتها ما كانش اصلا، ما كنتش حتى بظهر على السوشيال ميديا، نادرا ما بحط صور ليا. وكان في الفيديو بتاع بيبي اللي هو نزل فيديو 2 دي رخيص جدا فاهم، بصوره توت عنخ امون بتلف. فقلت له دي الكوينز دي انا اللي عاملها عشان روزما وبتاع الجنيهات دي. ايه ده دي جامده فشخ وبتاع، وعاوز تبيعها بكام؟ كان على طول لسه بعد التعويم. قلت له يعني بفكر ابيعها ب2 فرنك الواحده. قال لي عامه ممكن تبيعهم ب3 لو عاوز. انا فاهم. كنت في صدمه اللي هو انت بتتكلم بجد؟ انت عارف الفرنك ده بقى بكام جنيه دلوقتي؟ طب يعني ما بعتهمش طبعا. ليه بقى؟ عشان انت شفت انا تعبت ازاي عشان الزقهم. هو هنا بقى نرجع نقول يا جماعه الفن مش بالفلوس. لا وخفت بصراحه خفت لان تتقفش. اصل خفت وانا طالع من المطار لما الراجل سالني وبتاع. وانت فاهم هو انت لما بتقف في اللقطه دي هو بياخد اسمك وبطاقتك وبياخد يعني بيانات حياتك. فاهم. فحسيت اللي هو هسافر بالقميص وهرجع من غير الجنيهات وهيلاقوها هيقولوا انت مديت الجنيهات فين؟ ده انت دخلت في تريب ابن لذينه. انا اصلا الشخص ده بقى يعني في الحقيقه بقى انا اصلا الشخص ممكن اصلا او شبه مستحيل تلاقي نفس الشخص اللي هو واقف على الباب بيقول لك يا باشا بص انا الشخص ده يعني انا بقى بان ان انا روزما وبتاع. بس انا في الحقيقه بحسب كل حاجه 16 انت مره. مش سايب، انت ماسك نفسك جامد. ما بحبش خالص احط نفسي في موقف ما اعرفش ارد عليه. هيقول لي وديت الجنيهات فين؟ اقول له
له بعتها فين؟ اقبض عليا. بدلتهم بفرنكات مثلا. طبعا انا دلوقتي انا خلاص يعني احنا سمعنا القصه دي، بس انا الصراحه انت مش هبدا في 2016. انا عايز بقى انا عايز ارجع ورا خالص. مزيكتك بستايلك بشخصيتك بكل الكلام ده انا نفسي عندي فضول اعرفها. يعني انا حشري قوي يعني فاهم. يعني انا عايز اطلع من هنا. احنا عامه ما اتقابلناش، احنا دي اول مره او مش اول مره، دي ثالث مره بس مثلا. لا تقريبا اول مره نتقابل بجد. بس اول مره نقعد نتكلم مع بعض باستفاضه. بالظبط. اول مره اتقابلنا انا ورزمه، لقيته كده معدي بالعجله في الشارع. عرفني اصلا، ما اعرفش عرفتني ازاي. اتخضيت. ما انا بقول لك انا بيج فان. وجيت امشي لقيته ده، رحت واقف مفرمل وكان بعيد. لا المسافه كانت بعيده وانا عارفك شعراوي معروف من بعيد، بس قلت هو عرفني ازاي. لا بس انا عامه اول ما شفتك من الكلام ده على فكره بقالنا سنه مثلا او حاجه كده تقريبا، وقلنا انا مش عارف ليه بقالنا سنه بنحاول نعمل اللقطه دي. ايوه انا دايما بيحصل لي كده مع اي حد بصور معاه فيديو من الحبايبي يعني زيك كده، ان انا دايما ببقى واخد وقت عشان الموضوع يتطبخ. فانا عايز اعرف رزمه ابتدى منين يعني. لازم ارجع من بدايه المزيكا عشان تدي انسبيريشن او الهام لناس، يا اما بتبدا الموضوع يا اما ياخد منك حاجه يقول اهو ايه ده الموضوع ده طالما انت نجحت كده يبقى اكيد تديله شويه فاهم. انا اصلا بلعب جيتار. كاتب ده على تويتر، بس فعلا انا اول حاجه ابتديت اعملها كنت بلعب جيتار وانا صغير، وانا عندي رهيب. وانا عندي 8 سنين مثلا كنت عاوز العب جيتار. ما كنتش بصراحه بسمع مزيكا شرقي كتير، والسبب هو ان ما اعرفش ما كانتش بتاثر فيا زي ميتاليكا مثلا. بحب ميتاليكا جدا، ميتال عامه. طول عمري الشاب يعني، حتى مع السنين لما كبرت كنت بروح بقى استوديو 32 واستوديو دبل فيجن اللي في المانيال. يعني في المانيال طبعا وش وانا ده مكان المتيله كلهم بالظبط. أيوة. انا كنت بلعب في باندات ميتال والشباب كلها لابسه اسود مش عارف ايه، وانا الشاب لابس بولو او لابس شاب ملوش علاقه، اللي هو تحس داخل العنوان غلط. انت مين يا بابا؟ انت مين جابك هنا؟ فاهم. انا دايما الشاب ده اللي هو بحب الميتال، بس تشوفني من بعيد ما تتخيلش فاهم ان ده الشخص اللي بيحب الميتال. فطول عمري مش لاقي مكاني بجد مع الكلمه، بس تمام بحب الميتال. هي اصل عشان ده دليل برضه يفهمك ان الميتال مش دموي يعني. هو مش خالص او رزع بالجيتار او يعني هو يعني هو ارت اوف نويز وسبيد احنا اصلا كنا وميلودي بنتكلم على الحوار ده. أيوة. انت كنت بتقول لي انت لو يعني الناس اللي ما سمعتش ميتال فايتهم كتير تفريغ غضب رهيب. فرغته في حياتك غلط. صح. انت اتعصبت على حد او اتخانقت خناقه. كان زمانك بتسمع ميتال دلوقتي. كنت بتسمع ميتال. ما كنت فوت. ابتديت جيتار ده في التسعينات طبعا. فطبعا انت متخيل في التسعينات ما كانش في يوتيوب ظهر فين 2000 ما اعرفش 2000 كام، 2004 2005، بس ما كانش حتى زي يوتيوب النهارده. فاي حد ابتدى مزيكا في الفتره دي عارف ان انت كان اجتهاد ذاتي بس، وكل المعلومات اللي بتكتسبها من الناس اللي بتقابلها تقريبا اكتر من الانترنت. لان حتى الانترنت ما كانش في الصوره اللي بتسمح لك انك تخش تطلع جيتار تابز والكلام ده. صح. قبل 2003 او 2004 والويب سايتس كده. اتعلمت ازاي؟ علمت نفسي زي ما كل الناس بتعمل، بتنزل تابز وتقعد تبص على الفيديو، تعمل ستوب وتشوف الكورد مظبوط بالظبط. والمضحك ان هم في الفيديو ما بيلعبش، لان الجيتار في الغالب مش واصل. ايوه. هو مش شرط يكون بيلعب نفس مهم يعني. فزي اي حد تاني اتعلم مزيكا في الفتره دي كانت كان يعني اللي هو اللي بيوصل. عشان كده بحترم جدا الموسيقيين اللي من على العصر ده اللي وصلوا اللي هم فيه النهارده. لا الناس دي تعبت بجد، تعبنا يا جماعه. ما كانش فيه اللي احنا فيه النهارده ده خالص. دخلت الجامعه وبتاع، عملت كورس في الجامعه اللي هو بدايات انتاج الموسيقى، فكان على برو تولز ازلي. حاجه بدائيه جدا، واللي هو كان بدائي جدا، بس انا كنت مبسوط. بس اللي هو حابب اتعلم اكتر، فعملت زي ديل مع والدي. بصراحه بشكره جدا ان هو رضي اصلا يعمل كده. ان هو قال لي لما تخلص تاخد الشهاده بتاعتك اولا. عيله تقليديه برضه. تاخد الشهاده، ممكن عاوز تسافر تدرس حاجه تانية بره تمام، بس تخلص الاول الشهاده بتاعتك. عملت ده فعلا، خلصت الجامعه. وحظي جامد جدا بصراحه. يعني بحمد ربنا ان انا كنت في الموقف ده. انا عارف ان دي مش حاجه متاحه لكل الناس، ان انا كان عندي اهل مستعدين يخلوك تكمل تعليمك بشكل معين. اكمل تعليم برضو في حاجه ما زالت يعني اللي بتكلم فيه ده في 2009 2008 2009 مش حاجه يعني مجال مغمور ما حدش فاهم. طب اسالك على حاجه، هو انت لما قلت لهم على ان انت عايز تلعب او عايز يبقى ده مجال دراستك كمزيكا وكده، كان ايه يعني رد فعلهم كان عامل ازاي؟
لا بصراحة والدي ووالدتي كانوا دايما يعني بيحب يعني بيشجعوا ده طول ما هو يعني كان في دايما اسئلة طب هتعمل ايه بده. فكان في دماغي ممكن اشتغل في الاعلانات، ممكن اعمل مزيكة افلام، ممكن اعمل مزيكة، وده فعلا الحقيقة اللي هو البداية لما طب المعلومات دي انت كنت يعني قبل ما تخش لهم بالعرض بتاعك ان انت تحاول او تعرفهم على الموضوع او كده، جبت معلومات، ذاكرت الاول شويه بذلت شويه مجهود بصراحه، سواء دخلت على الانترنت بقى، دخلت على الجامعات المختلفه، والجامعات دايما بتبيع لك بالفكره دي اصلا، بتقول لك يعني هتعمل ايه بالكارير ده، بالمعلومات دي هتعمل بيها ايه، فبيشرح لك صح هتشتغل في ده او في ده او في ده. وكان في ناس كتيره شغاله في مصر في المجالات دي، من اولهم من اول حد بصراحه ما اعرفش هو عارف ده ولا لا، بس من اول حد شجعني ان هو كان بنى الاستوديو بتاعه بنفسه وكان شغال في ده من وانا في الجامعه، كان ساري هاني. هو عمل شغل مع زاب ثروت كتير جدا، وعمل يمكن 90% من الاعلانات بتاعت مصر. في برضه ساعتها في الفتره دي انت كان المعلومات اللي انت بتكونها على انت عاوز تعمل ايه في المستقبل، برضه ساعتها ما كانش فيه انستجرام، ما كانش موجود. صح. انستجرام ويوتيوب كان موجود بس ما كانش بالقوه اللي هو فيها فيسبوك والكلام ده كان موجود، بس حتى البيجز يعني العصر ده كان ماي سبيس كده، ده كان عصر ماي سبيس من الاخر. فالمعلومات اللي كنت بتاخدها ساعتها كانت ما بين بتشوف ناس حواليك بتعمل حاجه فبتاخد منهم شويه تجارب، بتشوف ان ده ينفع يتعمل او الشخص ده عمل كذا فممكن تعمل زيه، او بتقرا اونلاين او بتشوف يعني دي كانت بس كان لازم تجمع الداتا عشان تعرف تبيع لهم الموضوع. عشان تعرف تبيع لهم الموضوع، عشان ما تسوحش نفسك برضو، لان انت هتسافر يعني كان في دماغي هدرس حاجه، يعني هي دراسه، يعني انت هتروح تحط فلوس في حاجه، فانت مذاكره. صح. وفعلا انا سافرت يعني رحت عملت كورس في LA او في هوليوود، ما كنتش عارف حاجه عن المدينه من كتر ما انا كنت يعني بجد رحت. هو انت درست فيه في هوليوود؟ في بس في معلومه مهمه جدا، لان انا في حياتي كلها في الدراسه كنت بفشل جدا، مش عارف دي معلومه حلوه تتحط ولا لا، بس كنت بجد الدرجات بشعه في الجامعه دي، في الجامعه وفي المدرسه. لا قبل ما اسافر. ما انا عشان يعني كده بسالك، لان بس اكيد في فرق بقى لما رحت الحاجه اللي بتحبها. انا لما رحت الكورس ده يعني الريبورت كارد بتاعي ستريت ايز بجد، مش بحور، عندي صوره منه، يعني هو اقل درجه فيه A-، حاجات كده. واللي هو كنت بجد الشاب الدحاح، يعني انا ما بخرجش، واللي هو بجد كنت في مكان اللي هو الاوسكارز بجد في اخر الشارع، مش والله العظيم ما بجامل، الاوسكارز بجد كانت في اخر الشارع، ممكن تقابل نجوم مش عارف فين وتروح الكلاب. ما رحتش ولا حاجه تقريبا من الحاجات دي، لان كان بالنسبه لي حاجه من جوايا انا، مش حد يعني، مش ان والدي بيكلمني يقول لي ما تروحش ما تهزرش انت، لا انا كنت مش مصدق ان الجامعه اللي انا فيها دي فيها استوديوهات بالمنظر ده، وانا اقدر اروح استخدم الاجهزه دي وبتاع، ورحت درست هندسه صوت اصلا، فاهم، مكسرات بقى والحاجات اللي هي بالنسبه لناس كتيره بقابلها النهارده في الموسيقى، بحس ان هم بيتفصلوا من لما انا اتكلم في الحاجات دي، او ان انا ممكن اقعد سنه برغي في الحاجات دي. بس هي بصراحه هي برضو لو هي حاجه، لو انت كلمتني على هندسه الصوت بتفاصيل قوي وانا لسه على البر، فممكن مبقاش عشان انا مش فاهم، فممكن اتوه، الاقي نفسي يبان عليا ان انا مش مهتم، بس انا سرق يعني. لا انا تهت. ممكن تبقى حاجه انت مش مهتم بيها، مش عيب يعني، بس هو لا انا بتكلم ان جنرال، هو فعلا طبيعي ممكن واحد ما يهتمش بحاجه قوي، بس قصدي يعني لو انا حبيت يعني مثلا دلوقتي لو في ناس او بحس ان هو الناس ممكن تستسلم في حاجه معينه لو سمعتها في الاول، لانه بيحس الموضوع يا نهار اسود ده الموضوع حوار. يعني انت لو قلت لي بص انت هتخش وهتعمل وهتاخد والمش عارف بتلعب في مش عارف ايه وبتاع، فانا اللي هو هقول لك خلاص انا واضح ان مفيش امل. بس انت لو عرفتني، حتى في ناس بتعلم مثلا الجيتار او كده يروح مديلك اول يعلمك اغنيه، ما يعلمكش الحاجات، يقول لك كنوته يديلك اغنيه، فانت اول ما تعمل اغنيه تحس انت انا ملك العالم، انا عملت اغنيه. بالظبط. ايوه زي اول تراك اي حد بيعمل برودكشن او دخل في عالم، اول تراك بتعمله اللي هو بتقعد سنه بتحسوك فيه ايوه تسمعه بعدها. بالظبط. طب وبعد الجامعه بقى عملت ايه لما خلصت خدت دلوقتي الشهاده بتاعتك؟ الشهاده التايتل بتاعها ايه بس؟ ما هي بقى هي مش شهاده قوي، هو انا خدت كورس في برو تولز، برنامج بتاع اللي هو البرو تولز بتاع كل الناس عارفه ايه برو تولز، وهندسه الصوت عامه اوديو انجينيرنج. ورجعت بفكره ان انا عاوز ابتدي اشتغل في استوديوهات،
بس الهدف الاساسي فاهم. كان ان انا اسجل المزيكا اللي انا بلعبها، اللي انا ملحنها على الجيتار. اصلا كنت بلعب جيتار، بعمل روك، بس ما كنتش حتى لسه بعرف يعني بعرف اتكلم عربي طبعا، بس ما كنتش بعرف اكتب كلام بالعربي واغني بالعربي. دي كانت حاجه بالنسبه لي عمري ما حاولت اعملها. كنت عشان نص المزيكا اللي بسمعها اجنبي، فكان كل الاغاني اللي بكتبها وبسجلها اكوستيك روك. فرجعت مصر فقلت بقى انا عاوز اشتغل، لا لازم اعمل فلوس صح. يعني لازم الواحد يبتدي. وطول عمري صراحه بحب موضوع الشغل، يعني كنت بشتغل قبل حتى كل ده. وقت الجامعه كنت دايما بشتغل، يعني اشتغلت بعت موبايلات ومش موبايلات، حتى كان قبل الايفون ما ينزل، فكان بس باي اللي في شارع الثوره. اشتغلت كنت سيلز، ببيع بقى ايبود كفرات بتاع مش عارف ايه. أيوة. تمام يعني اشتغلت ده اشتغلت حاجات كتيره ملهاش اي علاقه ببعض. اشتغلت جرافيك ديزاينر في شركه عقار. كان كتير قوي بقى في موقف ان انا بشتغل شغلانه انا ما اعرفش بتعمل ازاي، بس انا عجباني هخش فيها فاكتشف فاهم. بالحب جامد. قشطه، بتشوفها ان هي عايز مصاريفي يعني. بس واهم من كده ما اتعلمتش في حياتي قد ما اتعلمت من الشغل. بس حتى لما سافرت عملت الكورس ده بره، كنت حابب اكمل اشتغل هناك، لان هناك كانت هي فيها فرصه، المجال هناك مرعب يعني. ولقيت فرص شغل حلوه هناك. ما كان في بقى اللي هو بتعمل انترنشيب، شغلانه زي تريننج وانت بتدرس، ولو كنت كويس قوي هيعينوك. ودي ما بتختارهاش، انت بتروح تقدم وهو بيجيبوا لك الشغلانه اللي هم شايفين ان هي متاحه. مش حتى هم بيختاروش، هم بيبعتوا للنتورك بتاعتهم وهكذا. واللي يرد بيظبطه بالظبط. فاشتغلت مع راجل هو زي يعني بيعمل كذا حاجه. هو بيعمل اضاءات وستيج ديزاين لناس كتيره جدا، منهم ساعتها كان كاني ويست. بس انا على حظي يعني لما اشتغلت مع الراجل ده هو ما كانش بيشتغل معايا. تمام. بس الراجل ده في نفس الوقت كان بيعمل ايه؟ كانوا بيعملوا حاجه زي سينما. هقول الاول انها في جنينه، بعدين هشرح لك هي كانت فين. كانوا بيعملوا سينما في جنينه، بيجيبوا بروجيكتور عملاق يحطوه في جنينه، في بارك يعني زي جنينه، حاجه شبه جنينه الازهر، ويعرضوا البروجيكتور ده على مبنى كبير قوي، ويعملوا دي جي وبتاع. فهو اللي كان بيسبلاي السماعات، فانا كنت بشتغل معاه تكنيشن، بروح احط السماعات واشيل السماعات وبتاع. فاهم. كان فين بقى المكان ده؟ كان في المقبره بتاعت هوليوود. اوف. بس المقبره هناك حاجه يعني فخمة. شفت نوفمبر رين، الفيديو كليب بتاع نوفمبر رين؟ هي تقريبا كانت نفس المقبره اللي متصور فيها نوفمبر رين. فهي حاجه جانز روزز. اوف. وهي حاجه معروفه اسمها هوليوود سيميتري يعني. هي بجد مقبره في هوليوود، بس من كتر ما هي كبيره وفيها جناين وفيها حاجات كتير قوي، عاملين فيها حاجه، فهي مفتوحه طب الشغلانه دي عملت فادتك في حاجه؟ اتعلمت طبعا حاجات كتيره يعني. اتعلمت شغل، حاجات تقنيه ما كنتش هتعلمها غير لو اتحطيت في مواقف. لما سالتك عشان هي الحته التكنيكال برضو بتبقى انت بتتكلم على سكيل اكبر، انت مش بس بتوصل حاجات في اوضه، عملت سكيل اكبر وفي ناس، فلازم بالزبط. تبقى كل بيبقى في مونيتورنج لازم يبقى مظبوط يعني. اديتك ريسبونسبيلتي اكيد طبعا مهمه. اتعلمت بصراحه يعني. كان معرفش، هي كل شغلانه اشتغلتها حتى لو ما اتعلمتش حاجه بالتحديد، اتعلمت يعني مش عارف اقولها ازاي. يعني اي شغلانه هتشتغلها هتضيف لك حاجه ما فيهاش. بالظبط. اي شغلانه هتشتغلها هتضيف لك حاجه، بالذات في سن معين وانت لسه متخرج، او في السن اللي هو من بعد ال19 قبل ال30. السن ده انت مخك عامل زي السفنجه، يعني بتتعلم اسرع بكتير عن لما بتخش في الثلاثينات، بالذات لو انت حد اتجوز او مخلف، فمسؤولياتك بتختلف. ما بيبقاش عندك الساعه في حياتك اصلا انك تتعلم او تجرب الحاجات دي باختلافاتها. فاهم. حاجه من الحاجات اللي اتعلمتها في الشغلانه دي ان كان ممكن تعمل ويب سايت. افتكرت دلوقتي حالا، كان ابل عندهم مش فاكر اسم الابلكيشن، حاجه اسمها اي ويب. اوكي. وعملت فعلا اول ويب سايت لما رجعت وقررت افتح شركه مع اصحابي وبتاع مش عارف ايه. عملنا ويب سايت بتاع حاجه ببلاش جدا وشغال، ولاندنج بيج مش عارف ايه. فاللي هو فاول شغلانه برضو جات لي في مصر كانت شبه انترنشيب، كان تريننج برضو. مهندس صوت معروف جدا في مصر اسمه تامر الزويبي. اوكي. مش هتقول لي بقى عايز تطلع اسمه ولا تطلعش اسمه؟ اكيد هتطلع اسمه يعني. ما بالظبط. فهو مشكورا ريدي ان هو شخص مشغول جدا، ويعني مهندس صوت كبير جدا، فكان وافق انه يقابلني. فروحت قابلته، فقعدت ارغي بتاع نص ساعه بقول له انا اتعلمت ايه وبتاع. فقال لي تمام، بص يا معلم، انت عاوز تشتغل في مصر محتاج اشرح لك ان المزيكا اللي انت بتحب تعملها والمزيكا اللي هي انت بتعشقها دي مش شرط هتكون هي المزيكا اللي انت هتشتغل فيها. لو انت عاوز تشتغل انا بحذرك. هو كان صريح جدا جدا، وبجد دي من اكتر حاجات اللي فادتني. انا سمعته برضو مزيكا اللي بعملها مزيكا
مزيكا روك وبغني بالانجليزي وبتاع. فقال لي يعني ثانيه واحده بس. كان حلو، كان الصدام ده كان حلو جدا. ماليش ان المزيكا وحشه، بس شرح لي ان انت لو عاوز تشتغل في مصر كمهندس صوت، سواء حد هيسجل لناس او حد هيميكس او هيعمل اي حاجه، لازم تبقى فاهم اولا ان انت مش هتنقي نوع الشغل اللي انت هتشتغل فيه في الاول. فاهم. ودي كانت نقطه مهمه جدا، وهو جربني فعلا في حاجه. قال لي لو انت موافق نجرب مع بعض. يلا بينا. انا عندي شغلانه ان انت هتميكس البوم، مش عارف لو المفروض اقول اسم الفنان، وما كانش حد مشهور قوي ساعتها، ومش عارف ان هو مشهور دلوقتي ولا لا، بس حاجه. وانا ما عملتش حاجه غلط فعلا في حاجه. انا فتحت السيشنز وقعدت احاول اميكس وبتاع، عملت ميكس زي الزفت طبعا. عشان المزيكا مش متعود عليها ولا عشان ايه؟ عشان كذا حاجه. اولا عشان برضو دي من الحاجات اللي خدتني وقت ان افهمها، المجال الهندسه الصوت بالذات، مهما انت بتاخد كده جردل المعلومات بيدلق عليك، وبعدين بتقعد سنين بتبقى بتجرب في المعلومات دي لحد لما لان هي ليها دعوه انت بتسمع ازاي. يعني سهل قوي ابين لك لونين احمر درجتين واقول لك اني افتح واني اغمق. اي حد في العالم هيشوف ده طبعا. مش انا اسف، في ناس ممكن يبقى عندها عمى الوان وفي ناس انسان، بس انا قصدي يعني لو حد في التصوير، لو بتحاول تشرح لحد في تصوير، بس في الحاجات السمع لا. بس انت ممكن تعمل حاجه تبقى، او يعني انت ظبطت ودنك انت بتظبطها على اساس ان الشخص اللي قدامك هيسمعها ازاي، ولا في يعني المعايير بتتحسب على انهي اساس؟ ما هي عشان كده الموضوع معقد. انت فاهم قصدي ايه؟ انا فاهم قصدك يعني بالزبط. انت ممكن انا ودني تكون مثلا معموله على مثلا -5 كذا دي بي مثلا، او معرفش اللي هي الديسيبلز، اللي هي معرفش المعيار بتاعها بيبقى ايه بالظبط اليونت. بس ممكن اسمع حاجه واقول انا شايفها حلوه، حد تاني يسمعها يقول كاوديو انجينير يقول لك ايه القرف ده. مازال في زي ما بيقولوا جراي اريا او منطقه كده مش لحد النهارده، يعني ما بين كل، عشان كده في كذا مهندس صوت وانت بتروح لكل واحد على حسب انت عاوز تطلع ايه. اوكي. واللي هو مش عارف برضو، انا بصريح معاك، انا مش عارف اللي انا عملته كان وحش، انا متاكد ان هو كان وحش. بس هو ما ردش عليا تاني تقريبا، او هو بمعنى اللي هو يعني مش ده اللي احنا كنا بندور عليه. هو كان محترم بزياده قوي يعني. اوكي. بس انا متاكد ان اللي انا عملته كان ممكن يبقى مش عايز يقول لك كومنت بايخ او كده يعني، احتمال. بس انا عارف انا عملت ايه ساعتها، ان انا كنت عارف اللي هو لسه واخد معلومات، فعاوز اطبق كل اللي خدته في فاهم قصدك جدا. احط بقى 16 كومبريسور على الصوت ومش عارف 15، وهو سابني. هو عايز يشوف انت هتعمل ايه. هو ماليش ايه الصح وايه الغلط، ودي برضو حاجه بحترمها جدا في اللي هو عمله، لان هي الشغلانه دي كده. انت يعني انت ممكن الشخص ده يكون بيعمل حاجه انت ما فكرتش فيها قبل كده، فمش المفروض تقول له ايه الصح من الغلط في الاول. بس انا يعني برضو مبسوط ان ده ما نجحش، لان ده لو كان نجح انا كنت هخش في سكه انا مش شرط كنت احبها كشغل. بالظبط كشغل، يعني كستايل شغل اللي هو يعني كمزيكا كده بالظبط. مفهوم. وهي شغلانه تانية خالص بمعايير تانية، يعني مش طبعا مش بقلل منها خالص، هي من اصعب الشغلانات اللي في العالم اصلا. عامه فاهم بالذات عشان انت لسه قايله اللي هو عشان هو مفيش صح وغلط، بس في وقت. يعني في المشروع لازم يتسلم. الاغنيه لازم تتسلم، ولازم يبقى في حد عنده القرار النهائي. فحتى هتلاقي المنتجين في الاخر خالص بيبقى اللي هو لا احنا لازم نخلص. فهو ساعات حتى بيبقى فيه بينه حوار بينه وبين مهندس الصوت، الفنان ممكن ما يبقاش عارف عنه، اللي هو بيقول له انت لازم تخلص اللقطه، يعني يقول له هي كده، هو الميكس كده حلو مش هنغير حاجه تاني. فاهم. هو قال لك انا مش عاجبني، يقول له هو كده. يعني يعني في بتوصل لمرحله اللي هو الموضوع دلوقتي لا هو مش في مرحله ان انت تقول لي انا رايي ايه في القصه. هو ساعات للاسف الشديد بيبقى في مرحله معينه لازم حد ياخد قرار نهائي، وهو مش ان حد بيمشي كلام على حد تاني اكتر ما هو مفيش اصلا النتيجه المثاليه النهائيه دي مش موجوده. طب كان ايه بقى القرار؟ عملت ايه الخطوه اللي خدتها بعد ما سمعت الراجل ده؟ اولا كان بينك وبين نفسك بتقول ايه؟ يعني بعدها كان في علامات استفهام كتير اكيد، بس كان العقوبه، بكلمك بصراحه انا اول مره افكر في السؤال ده اصلا حتى. يعني ساعتها ما اتضايقتش على قد ما كان في حماس اكتر، ان كان في صحابي اللي اعرفهم من قبل اصلا مدرس مسافر ادرس، وكنت ايام ما كنت بلعب جيتار، فهم اللي كانوا عارفين اكتر عن البرودكشن، فهم كانوا عارفين اكتر عن بما فيهم شيحه واسماعيل حسني، برضو احب اقول اساميهم عادي. شيحه اللي انت قلت لي اللي عمل الفيديو حوت. ما هو بالظبط، ما هو شيحه هو اللي عمل الفيديو بتاع حوت.
بقول لك ايه يا شيحه، الفيديو حلو اكستريم. وهو الجامد ان الكومن ما بيننا احنا الثلاثه، انا وشيحه وسمع، ان احنا كنا دايما ايه ده؟ شيحه النضاره؟ بالظبط. اوف. شيحه احنا نعرف بعض يعني، احنا ما نعرفش بعض كلوز قوي بس احنا نعرف بعض. انا اعرف اخوه كمان كويس، محمد شيحه. ايوه بالظبط. ايوه. فكان في حاجه دايما مشتركه ما بيني انا وسمع وشيحه، ان احنا من وقت العصر اللي بقول لك اللي هو الانترنت ما كانش قوي قوي كده، وكان يعني هما الاثنين كانوا مسحولين على سول سيك. ما اعرفش تعرف سول سيك ولا؟ عارفه طبعا، ده احنا كنا بنحلب وفورمز، وهم علموا نفسهم بجد برودكشن بتفاصيلها من الفورمز قرايه، فاهم يعني؟ هو قعد دخل فهم السيكونسر ده بيعمل ايه والسنتسايز قبل ما يبقى فيه يوتيوب. وانا ساعتها كنت بلعب جيتار، فهو دي كانت العلاقه بتاعتنا، ان انا بلعب جيتار وهم بيلعبوا مزيكا او بيعملوا مزيكا دانس. فلما بيكلموني لما يحتاجوا جيتار، لو مش محتاجين جيتار انا قاعد منظر معاهم. يعني هو حلو ان انتوا بتعملوه ده يا جماعه، بس انت كنت اكيد برضو في حاجات تتعلمها منهم. بتعلم منهم كتير طبعا كتير، بس كنت حابب اتعلم اكتر. فانا حصل لي فرصه ان انا سافرت ودرست، فرجعت كنت الى حد ما. فهو كان الكومبو بتاعنا احنا الثلاثه كان ان هو احنا مستعدين نتعلم اي حاجه وندوس في اي حاجه. فكان اللي هو بالصدفه كده احنا الثلاثه كنا في موقف فتره اللي هو شيحه برضو كان ساب شغله، كان بيشتغل في ادفرتايزنج، يلا نفتح شركه يا جماعه، يلا نفتح استوديو، يلا نفتح استوديو يا جماعه. وانا كنت من الحاجات اللي درستها ان انا ابني استوديوهات او درست. هي الحاجات كلها او درست كان الكتيف يعني في الكورس اللي بعمله ده، كان فيه الكتيف اللي هو الاكوستيك تريتمنت وبتاع. اوكي. فقلت لهم يلا بينا يا جماعه نجرب وبتاع. فروحنا اجرنا شقه وعملنا فعلا استوديو ومش عارف ايه، وابتدينا نشتغل اي شغلانه تجيلك جينجل دايز، براندنج دايز، مش عارف عامل ويب سايت. ما انا اتعلمت بقى حوار الويب سايت بتاع الابل ده تمام دايز. ابتديت بقى اكتشف عالم السنتسايزر والبرودكشن اكتر بكتير ما اصلا كنت اتعلمت في الجامعه. اوكي. يعني بعد اول 4 سنين في شغل ابتديت اتعلم حاجات اكتر مما اتعلمتها في الجامعه اللي رحت درست فيها. فقلنا يلا ندرس. ما كناش عاوزين نشتغل في اللوب بتاع الكلاينت والبريف والبتاع ده، لان كنا حاسين ان هو اكتر من اي حاجه ما بيزقكش انك تحاول تتعلم حاجه جديده. بتفكر في النحت بس في الفلوس. هو بيديك ريفرنس ويقول لك انا عاوز حاجه سايكيديليك وعاوز حاجه جنون، بس هو مش عاوز حاجه غير الريفرنس في الاول والاخر. مهما استخدم كلام كبير فهو اصلا خايف، وانت بيحاول يزق عليك الخوف ده، وانا مش عاوز الخوف ده بصراحه يعني. لا انت عارف، ما انت لو هو بيحاول يخليك دايما تعمل حاجه اللي هو عايزها او السيف، فانت كل شويه لما تعوز الخوف ده هو اللي هيخليك تشوف انا عايز اكسبيرمنت، تدخلني عايز اجرب. انا خدتني سنين اني افهم ان ده المجال الغلط بالنسبه لي انا شخصيا كواحد هو انا مش عارف مغامر. ازاي الناس بتعمل يعني دايما اي حد اللي هو فنان الشغل بتاع الدعايه والاعلان بالنسبه له كانه بيقتله. بص ده اصلا موضوع يعني انا ماسك نفسي افتحه ازاي وما افتحوش ازاي واخش اتكلم فيه ازاي. طب اقول لك على حاجه، بس لقيتها يعني. تعال نشوف يعني الموضوع بتاع الكورس ده انت عامله لسبب، عايز اعرف سبب مادي وسبب معنوي انت عامل عشانهم الكورس. ماشي. هو اولا الكورس لما ابتدى فعلا كان سبب مادي اكتر من اي حاجه، ان احنا كنا في لازم ندفع ايجار في استوديو لازم ندفع ايجاره، وما كناش قادرين نشتغل مع شركات الاعلانات عامه، او يعني كان بالنسبه لنا نوعيه الشغل ده مهلك جدا ومش مجزي من ناحيه اكتر من الفلوس. ما كناش بنتطور، ما كناش بنتعلم، وكنا حاسين ان انت بتخش في دايره انت هو هيستهلكك وينساك ويروح لغيرك على طول اللي يديه سعر احسن. فكان بالنسبه لنا ما كناش متخيلين ساعتها ان ده هيبقى زي ما تقول ما كناش متخيلين ان ده هيبقى المخرج ساعتها. وهو فعلا كان مخرج، كان مجزي جدا. مجزي الكلمه الصح؟ كان ماديا كان مجزي، ان هو كنا مخضوضين ان ده بيعمل فلوس. وبعدين فقدرنا ندفع ايجار المكان، قدرنا نبتدي نشتغل مع ناس، نعين ناس ونقدر نديلهم فلوس. ناس في يعني كان من اول كام حد اشتغلوا معانا منهم فادي جرس. معرفش هو شوف الفيديو ده ولا لا، بس فادي بجد شاوت اوت لصاحبنا فادي. فادي جامد جدا ان هو من اول الناس اللي خدوا الكورس وابتدى يشتغل معانا على طول بعدها. وفادي دلوقتي هو في حته تانية، هو مهندس صوت عملاق في حته يا نهار جمال تسجيل يعني بالتحديد. هو كويس جدا في تسجيل المسلسلات او اللي هو الاون سيت ريكوردنج. دي شغلانه معينه يعني مش قادر احكي لك هي قد ايه صعبه بزياده طبعا، وليها ناسها. فادك في ايه؟ انا شخصيا فادني اولا ماديا، ثانيا علمني كتير قوي عن الشغلانه نفسها. عشان انت لما بتقعد تدرس حاجه، لما بتقعد تعيد نفس الكلام، عارف اللي هو ال 10,000 اور رول
تقريبا. كل ما تتعلم، لو اتعلمت 10,000 ساعه في حاجه بتبقى لو ماستر. قضيت 10,000 ساعه بتعمل حاجه بتكررها تاني لازم هتتقنها. فاهم. فانا قضيت تقريبا 10,000 ساعه ما بين ان انا بدرس بتعامل مع البرنامج اللي بيعمل الموسيقى، وبتحط في موقف كل يوم بعيد نفس الكلام تاني، ازاي تعمل بيت، ازاي تسجل مش عارف ايه. الموضوع بيبقى خلاص بتعمله كانه تلقائي، مش بتفكر يعني. فان انت تتحط ما بين ده وما بين الشغل اللي انت بتعمله، عشان انت بعد الكورس انت بتشتغل على مزيكتك. فهو ده اللي خلاني، يعني انا شاكر ان انا اتحطيت في موقف ان انا عارف اللي هو زي تريننج. فاكر في ماتريكس لما حطوا له برنامج الجوجيتسو؟ ايوه. فخلاص البرنامج ده بقى في دماغك بتاع المزيكا. فلحد ما اتعلمت كتير جدا، اتعلمت كتير عن السوق اللي احنا فيه في مصر. انا عمري في حياتي ما كنت متخيل ان هيجي 1500 حد. طب دلوقتي بقى في الحته دي روزما ابتدى يظهر او يعني يتخلق ولا لسه؟ ما هو من حته ان انا بقيت يعني شبه متمكن بزياده، بس برضه مش عايز اقول لك طريقه منظره. لا مش منظره خالص، احنا بنتكلم في واقع. بس هو من طبيعه شغل ان انت بتدرس حاجه لمده 6 ساعات في اليوم لمده 6 ايام في الاسبوع، فلازم هتبقى متمكن منها جدا تقنيا. مفهوم. ده غير ان انا اصلا ما كنتش محتاج ده، يعني انا بطبيعتي بحب، او عشان حياتي كلها مش لاقي نفسي في مكان معين، ومش اني بحاول ابقى مختلف، انا مش لاقي نفسي هنا. فمثلا ففي حته المزيكا انا بحس ان انا نفس القصه. انا ممكن ابقى في حاجه شداني جدا في الصوت، مثلا في صوت عجبني جدا وانا عاوز اتسحل مع السكه دي خلاص، وبالصدفه الاقي ان محدش فاهم ده ايه، او يعني انا بقول لك من الاخر، يعني المزيكا بتاعتك روزما، يعني مزيكه روزما هي مش اي حد هيفهمها اكيد، يعني لازم نبقى متفقين. انا مستغرب اصلا ان انت سمعتها. خلاص. لا هو احنا لازم نبقى متفقين على ده. بس هي بصراحه هي بتخش دماغي، هي يعني قصدي في حاجات مش لازم، عارف في اوقات لما بتشوف مثلا حاجه ديزاين، انا بعدين برجع للديزاين لان اغلبيه الشغل بتاعنا ديزاين، فاول ما بتيجي حته ديزاين فانت بتبص لها حلوه، ما تقعدش تحاول، هي يعني عارف بتخش او بتعجبك، لكن لو انا عايز افهمها، ما هي عجبتك بالظبط. فاهم. بالظبط. فاهم. انا لما بسمع المزيكا بتاعتك اللي هو يعني مثلا اول ما شفت سايب برضه هي التن تن 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 خلتني اللي هو اصلا على طول انا بعمل معاها كده. هو انت بتحلل في ايه؟ ما بالظبط، هو مش لازم يبقى فيه سبب، مش لازم يبقى في، هي التحليل انا مش محتاج احللها. أيوة. يعني هي مختلفه. هي دايما البني ادم بيحاول دايما ايه، عنده شويه ايه زي كرايتيريا، يعني اللي هو مخه متقسم كده. لا دي مش زي ده، طب نطلع الكتاب بتاع الفهم بتاع الحته دي، عندي موجوده، اقعد اصنف احلل. فانت ليه بترجع لريفرنس؟ انا لقيت لينك جامد جدا يا معلم بجد، يعني مش شكرا ان انت قلته، ان انت قلت حاجه دلوقتي مهمه، التخبيط ده، او اللي هو الحاجه اللي هي عشان هو لازم يبقى في لينك بين الشعبي وروزما. لان هو روزما حصل ازاي؟ ان انا شخص عارف كتير قوي تقنيا عن اللي هم بيسموها القوانين، اللي هي الكتاب بيقول ايه في حته البرودكشن والبيت بيتعمل ازاي والصوت والمش عارف ايه، بس في نفس الوقت ما ده بيطلع مزيكا سامجه قوي يعني من الاخر، تقليديه وسامجه جدا. يعني انت الواحد لازم يخبط، لان التخبيط ده هو اكتر حاجه حقيقيه، صح، وهي اكتر حاجه بتوصل للناس زي ما انت لسه قايل بطريقه. وانا كان بالنسبه لي دايما لما موسيقى المهرجان والموسيقى الشعبي ظهرت، انا فجاه لقيت نفسي منجذب جدا للمزيكا دي، مع ان انا ولا من الشارع، مش هحور واقول انا من الحته، ولا يا معلم انا من مهندسين يعني مش من منطقه شعبيه خالص ولا اي حاجه. بس لقيت نفسي دي اول مره. فاكر كنت بقول لك وانا صغير ما بسمعش مزيكا شرقي، مش قادر، مش مستوعبها لسه او مش هضمها، ما فيش حاجه بيني وبينها مشتركه. فاهم. بس بالنسبه لي المزيكا الشعبي كانت اول مره احس ان انا في حاسس بحاجه مش شرط من اللي هو بيقوله، بس من كل اللي بيحصل انا حاسس بحاجه في ده. في كده حاجه لينك حصل بينا مش مفهوم، مش قادر اشرح هو ايه. فاهمك. ومعظم الوقت لما انت بتخبط دي اكتر وقت بيطلع منها حاجات حقيقيه، فاهمك. مش لما انت تبقى عارف هي بتتعمل ازاي، واصلا هو الصح مش حاجه اسمها الصح، ما علينا يعني. اكتر حاجه بتضايقني لما حد يقول هو ده الصح، مفيش حاجه اسمها الصح. او الفن الحقيقي من الاخر، فن التعبير الحقيقي اللي هو بيعبر عن حاجه حقيقيه، فهو مش شرط يبقى ليه قوانين واضحه من الاخر. بعد كده القوانين دي ممكن تتبني، بس يعني مبدئيا كده مفيش حاجه حقيقيه قوي طلعت من قوانين بصراحه. عشان ما يفهم، مش عاوز عشان الاعلانات بس. المرحله دي جايه، بس لسه نشوف هنعمل فيها ايه. نشوف سبونسرز للفيديوز دي. انا دي على فكره من الموضوع، لا يعني انا ما بحاولش ادور او ما باخدش السكه بتاعت
الفيديوز وكده، يعني دايما بحس ان البيزنس هيخش لي يعمل لي خازوق في الحريه بتاعتي في فيديوهاتي. فاهم قصدي؟ ممكن يكون ده متهيألي وانا اللي خيبان، او انا اللي كسلان، او انا اللي ممكن يكون في سبب نيجاتيف من ناحيتي. لا انا هقول فاهم؟ لك المعادله اللي وصلت لها معايا انا شخصيا، بس كمل السؤال. انه يعني بس انا باجي اقول طب ما انا ممكن اخد الفيديوز مثلا واعمل حاجه واروح رايح لسبونسر ياخد الفيديوز او يبقى سبونسر في الحلقات، وبعد كده اروح قايل ما هو ممكن يقول لي اقول ايه وما اقولش ايه مثلا. فانا الفيديوهات بالنسبه لي ان انا اطلع اتكلم معاك براحتي خالص، ونهزر الهزار اللي احنا عايزينه، ونتريق على ميه بنشربها، ولا عايز اخد راحتي قوي، مش عايز حد يقول لي اقول ايه وما اقولش ايه. هي دي الفيديوهات، واتكلم مع الناس براحتي خالص، ما حدش يقول لي تقول ايه وما تقولش ايه. بحس ان هو ده اللي مخليني مش واخد خطوه ان انا يعني اروح لحد فعلا ابيع له الموضوع. انا يعني حاجتين عاوز اقول. اخر حاجه ليها دعوه برزمه والمزيكا بتاعته حصلت ازاي، ده ممكن يبقى بره البتاع. وتاني حاجه اللي انت لسه قايله ده اداني فكره حلوه قوي، نخش الاعلانات ازاي. بس فكرني بيها عشان هي ليها دعوه بحوار شك النفس. اوكي. لما انت كنت بتقول اللي بيشك في نفسه، اوكي. اللي بتوع ده الحاجات دي كنا بنتكلم عليها قبل الفيديو كده، الحوارات اللي هي هقول لك الوجوديه. التيزر بتاعها وانت تقول لي لو ده تمام ولا لا. أوكي. المشكله ان انت بتشتغل مع كلاينت، هو اكتر واحد مرعوب ان يبقى فيه شخص واحد في الاوضه عنده سنه شك. يبقى لا، انا عاوز اوصل للاوكي من كل حد في الاوضه فاهم. في اي حاجه. عشان كده الاعلانات ممكن تبقى خطر، بس ممكن تبقى مفيده ان انت تشتغل مع سبونسر على حسب الهدف بتاعه. هسألك حاجه، ممكن تقولي الحظ، بتؤمن بالحظ ان جنرال؟ طبعا. اشرح لي شويه. بالنسبه لي يعني في اللي انا ابتديت افهمه عن الحياه انا شخصيا، عن تجربتي الشخصيه، ان الحظ هو النصيب. واحنا دايما لما بنقول حظ بنتخيل ان هو الحظ الكويس، وان الحظ الوحش ده دايما حاجه وحشه. مع اللي ابتديت افهمه في الحياه، ومن مش عاوز اقول ان انا قريت كتير، ما قريتش كتير خالص في الموضوع ده، بس هو قريت حته واحده في كتاب كده بتفتكرها دايما خلتني اجمع حاجات كتير قوي. ان بتقول ايه بقى؟ الحظ هو النصيب، وان هو من الاخر كده النصيب او الحظ ليه تعريفات كتير قوي. جامد قوي ان الحظ هو نصيب. هو ده. ما هي هو ممكن حظك حلو حظك وحش، انت بتقولها حظ بس هو نصيبي. هو نصيبك حلو نصيبك وحش. فلو نصيبك انت مؤمن بنصيبك مش هتسميه حظ حلو ولا وحش. بالظبط. هتقول جامد قوي قوي قوي. وهي ما هياش خالص يعني، مش قصدي اقول الحكم مش يعني. فلسفه. لا بس احنا دلوقتي عايز تاخد راحتك لان احنا هنتفلسف. بس هي كده ان انت نصيبك ده مش بتاعك. فاهم. هي بتبقى عاده ظروف انت اتحطيت فيها، كويسه او وحشه. فاهم. ممكن تبقى اي حاجه، ممكن تبقى جامد بزياده. ممكن تبقى انت اتولدت فين يعني، سواء جغرافيا، بلد، مدينه، حي، في عيله شكلها عامل ازاي، قابلت مين في حياتك، حصل لك ايه في حياتك، كلها حاجات خارجه عن ما كانش في اي حاجه. انت ممكن تشوفها حظ حلو او تحولها لحظ حلو. ما هي بقى هنا دي الحته، ان انت مفيش حاجه كان ممكن تعملها في حياتك انك تغير ده. طب بص، انا عايز اقفل الفيديو، يعني قول لي 3 4 حاجات عشان بس اللي هو، لان انا ممكن نحاول لو قعدنا نغوط هنجيب اكتر، مش هنخلص. فتعالى نقول 3 4 حاجات كده. حاسس اللي هو لو انت كنت اتعلمتهم، لو عرفتهم بدري كان ممكن مثلا يسرعوا حاجه عندك. ما هو ده مهم ان حد يبقى عارفهم دلوقتي عشان يوصل ابعد من بالظبط. اولا ان الدنيا بتتغير، والدنيا سريعه جدا، والعصر اللي احنا فيه ده مختلف تماما عن ال5 سنين اللي فاتوا. ففي رايي الشخصي ان مفيش حاجه بعيده عن اي حد في اي ظروف. مش مطلوب امكانيات معينه من ناحيه امكانيات تقنيه مثلا، او فكره ان انت محتاج كونكشنز عشان توصل، علاقات بقى وكده، علاقات مثلا او كده عشان توصل لحاجه. ده مش حقيقي خالص. انت محتاج سعي، محتاج تبقى بجد عندك عزيمه، لان مهما اشتغلت لازم تبقى عارف ان انت هتفضل محطوط تحت اختبار، انك لازم تعيد من الاول تاني، او لازم يعني كل ما بتقرب. دي بصراحه مش بتاعتي، سمعتها في مش فاكر مين على قريب، بس كل ما بتقرب لهدفك اكتر، زي ما تقول كده انك في جيم مثلا، ولما بتوصل لليفل 10 الغلطه بفوره بجد، او الغلطه بتعيد بجد من الاول، مش بتبتدي من الحته اللي انت وقعت منها زي في ليفل 2. لا لما بتقرب ايه ده جامده دي. لما بتقرب الموضوع بيصعب، بس هي لازم تبقى كده عشان انت غير كده ما تبقاش محترف. هي دي فكره الاحتراف. فعامه ان غلطه الكبير بفوره. اولا لازم تبقى عارف ان مفيش اي حاجه صعبه، او الصعوبه مش في اللي انت فاكره، مش في الظروف بالعكس، دي ظروف هي اللي بتخليك توصل. فيعني ممكن دي تبقى تالت حاجه.
حاول تتعامل مع الظروف الصعبه، وعارف ان دي ممكن حد يقعد يسف عليها للابد، بس بجد او اعرف ان ناس كتيره قوي في التاريخ، مش هتكلم عن نفسي انا شخصيا، انا ما وصلتش لسه الحاجه اللي هي اقدر اضرب بالمثل ده فيها، بس ده اللي بيخليني انا اكمل لما بفشل. ان مفيش حد وصل لحاجه عملاقه ما تحطش تحت اختبار الفشل ده. دي اهم واحده في رايي. اوكي، غير قول. النصيب اللي هو لما يجي لك، يعني لازم تبقى فاهم ان انت لما نصيبك يبقى وحش في حاجه معينه، فانت بيبقى عندك القرار انك تقلب ده لصالحك. مش شرط تحصل في لحظتها، بس فاهم. هي الحياه كلها في رايي الشخصي بناء على ده. وهو كان برضو ده كوت من كتاب اسمه ذا مونك هو سولد هيز فيراري، بس هو حتى الراجل اللي قايلها من كوت تاني، عارف اللي هو الكتاب بيقول لك بس ما قريتوش. عارف. بيقول لك الحاجه الوحيده اللي تقدر تعملها في حياتك في اي حاجه هو طريقه وجهه نظرك انت من اللي بيحصل حواليك. دي الحاجه الوحيده اللي انت تقدر تتحكم فيها. ولو عندك هدف واضح في حياتك عامه، ومش بيظهر على طول، بيظهر مع الوقت، مع التجربه والتعليم. صح. والفشل. دي من اهم الحاجات اللي اتعلمتها، ان الخوف في كل مشتقاته. في كل اشكاله. ان هو في خوف ان انت بتبقى قاعد في اوضه بتقول حاجه ما حدش تاني مقتنع باللي انت بتقوله، ففيها كسوف، فخوف من الكسوف. او ان انت طالع على مسرح، بس دي خايف على منظرك، خايف ان انا غلط. بس دي ابسط واحده، ان انت طالع على مسرح، دي اعبط واحده. ده اقل نوع خوف بصراحه. يعني نوع الخوف الحقيقي في الحياه اللي هو انت بتبقى خايف من حاجه، او خايف ان انت مش قادر تقنع اللي قدامك، او انت مقتنع بحاجه بس كل اللي حواليك مش مقتنعين بيها. فاعرف ان الخوف ده قوه قويه جدا 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 جدا. ده من اقوى المحركات. ده كان ناس كتيره في التاريخ قالت ده في كتب مختلفه. وانت لازم دايما تبقى واعي بده. لما تبقى خايف اعرف ان ده الوقت انك بجد تسترجل او تسترجلي، مش قادر اقول مش قصدي تتبنتتي، بس قصدي ان هو ده الوقت اللي انت لازم يبقى فيه الحماس بتاع انا هخش وهفشل او هنجح، محدش عارف. صح. بس مهما كان الناحيه التانية من الخوف ده، هي حاجه اخيره مهمه جدا. التواضع اهم حاجه في الحياه. عشان في مقوله مشهوره جدا في المجال ده، بس هي للاسف مقوله غربيه ما سمعتش شبهها. قولها بالانجليزي وهنشوف نترجمها ازاي. بتقول لك be very careful how you treat everyone on your way up because you never know who you'll meet on your way down. خالص. ما لازم يعني مش عايز اقول لازم لا واقعي. بس وارد ان انت تطلع، ممكن حتى لو ما وقعتش تحت في الدارك الاسفل لو مش ممكن جاهز تقع لو مش جاهز ده هتتدمر خالص. فاهم. عامه الجمله دي رهيبه هتتهان مش هتعرف تعمل حاجه. بقول لك ايه، هو الالبوم بتاعك اسمه ايه الجديد؟ اشرار على الفطار. هو الموضوع ريليتد بحاجه كده؟ ايوه طبعا. ما هو دي الفكره كلها، ان انا ابتديت ادرك في حياتي ان انا عملت، يعني بحس ساعات من اكتر حاجات اللي بتعصبني تجاه الناس كبرياء، او لما الناس بتاخدها الايجو او الكبريات او الكبرياء وما بيبقاش عندهم تواضع وما بيبقاش مدرك ان ده النصيب. فجمعت ان انا بقعد انتقد الناس دي، فرجعت نفسي فلقيت ان انا ما كان ممكن انا ابقى الشخص ده بطرق مختلفه. ما كلنا فالاشرار هم مين بقى؟ الاشرار دي الشخصيات اللي انت جواك بقى. بالظبط، الاشرار اللي جوانا اولا، اللي انت بتحاول تشوف كل حاجه، يعني مش هتعرف تحطهم كلهم. لا مش هتعرف تحطهم كلهم. هي فكره ان انت لازم تحاسب نفسك اولا، تراجع نفسك اولا 200 مره. لان سهل قوي بالنسبه لنا نقعد ننتقد الناس ونشاور، وان انت هتبقى طيب وكويس لازم تاكل الاشرار اللي جواك الاول. فانت عشان تبقى وحش يا معلم اللي انت فاكره ده، لازم تبتدي بالاشرار اللي جواك انت. حاسس انك كرييتيفلي الفكره دي بحاول اشرح فيها اللي هو ايه اقوى حاجه ايه فكره الراب اللي هو التشبيه. صح، انا شبح، انا جامد، انا قوي، انا وحش، انا هنزل المعركه وبتاع. طب ايه اصعب معركه بجد بقى في الواقع؟ معركه مع نفسك، انك تواجه. فحسيت ان انا لو عاوز الدنيا تمشي بطريقه احسن، او حسيت ان مبدئيا انا شخصيا هفطر بالاشرار دول كل يوم الصبح، هبتدي من جوايا انا ان هو هراجع نفسي 200 مره على كل حاجه ممكن اكون عملتها غلط، عشان ما اعرفش. يعني ما بقولش ان انا هبقى ملاك بس ما هبقى ملاك يعني بجناحات، لا بس يعني. عامه الفكره صايعه بزياده، ان انت يعني مقصود انها عاجباك بصراحه، بس حاسس انها حقيقيه بالنسبه لي انا. ما هو اهم حاجه تبقى زي ما انت، عشان تمشي مع كل الكلام اللي انت قلته، هي لازم تبقى بالنسبه لك حقيقتك انت الاول. حسيت ان دي حاجه انا الموضوع ده لما اتكلم فيه، سواء جاب 200 فيو ولا 1000 فيو، كمان 5 سنين هسمع الاغاني دي مش هبقى متضايق. فاهم. بس ما كنتش عارف اوصل للكلام ده لو ما كنتش عملت ده. فاهمك. الرحله بتاعت الاكتشاف رحله البهدله.
كلام عظيم والله العظيم يا فعلا. باشا والفكره بتاعت الالبوم يعني ان هو انت يعني خليتني انا اصلا اللي هو افكر انه يعني الاشرار اللي جوايا دول هبتدي اواجههم، اتمنى مش هاكلهم يعني. على الفطار يعني. يعني دي مش دي الوجبه المناسبه بالنسبه لي. لا يعني بس قصدي هحطهم قدامي وهعرف اواجههم يعني هواجه نفسي في الحاجات الزباله. ما انا كلنا- انا كده كده الحمد لله بحاول وبتظهر وباخد بالي اللي هو اهدى يا ابن الوسخه انت، انا بس هو عارفك. احنا بشر في الاخر ومش هنعرف نتخلص منهم تماما. بالظبط، بس على الاقل لما يظهر، لو حاول يظهر وطلع منه حاجه وعمل حاجه فالحقه في البدري، بس على الاقل ابقى عشان المشكله ما مسكته. تبقاش اكبر بعد صح. كده لما بتكتشف. لو وبعدين خبيته ما واجهتوش بتواجهه هيعيش. بتواجهه وانت نازل. ساعات بتواجهه وانت في فاهم. رزمة يا باشا شكرا بزياده والله شرف ليا والله بجد. العظيم. يعني انا حاسس اللي هو هي دايما انا ده اللي كنت بعمل عشانه في السيريز بتاع السلسله بتاعت تعرف ايه عن، عشان اطلع منها اللي هو كاني خلاص انا عرفتك. فكده اللي هو خلاص يعني احنا بقينا اصحاب رسمي يعني، بقينا بدل اللي هي الاونلاين والتليفونات واتساب وكده، فاهم قصدي؟ شرف ليا. حبيبي والله العظيم. شكرا يا جماعه ان انتوا يعني مكملين معانا لحد دلوقتي. يعني مش يعني عارف اقول لكم ايه بجد. بس انا بصراحه اتبسطت، فيعني اتمنى انتوا تكونوا كملتوا لحد اللحظه دي عشان نقول لكم شكرا ان انتوا كملتوا واتبسطتوا زي ما احنا اتبسطنا. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.